طيب اول حاجه تكرز الريسك اهو. ماشي، هو ده الريسك. طيب خليه في الاخر. هو شغال المفروض. طيب هقول لك على حاجه. اسمع من سلايد شو شغاله كده. مش عايز يقرا تقريبا. هو ده لينك ولا فيديو؟ لا فيديو. الكودك بتاع الكويك تايم مش موجود. ده اللي طيب اوكي معلش. لا مش مشكله. انا كنت هوريكم الفرق بس عشان نعرف ايه الفرق بين مصر واليابان في الجزئيه دي. طيب انا بالصدفه النهارده يصادف انه كنت انا لسه واصل اليابان من 7 سنين. يعني انا اول ما فتحت الميموريز الصبح لقيت الاوبشن ده، فقلت دي افضل ستارت ان انا ابتدي بيها. زي النهارده انا لسه كنت واصل اليابان ما اعرفش اي حاجه. هحكي القصه الاول عشان الناس تبقى فاهمه القصه ماشيه ازاي، وبعد كده نخش في البروسيس. القصه احنا كان بوست بسيط موجود على الفيسبوك، ما كانش الموضوع زي دلوقتي، في مؤسسات وفي شركات وفي منظمات بتتكلم على المنح عموما في اليابان. خلينا نسال سؤال، حد يعرف اليابان بتعمل منح لمصر من سنه كام؟ مش سامع، حد يرفع ايده. فانا سمعت اجابه صح هنا، بس عايز الناس تتكلم، يعني عايز الناس تاخد الانيشيتيف انتوا عايزين تسافروا اليابان، فانتوا هتروحوا دوله مالهاش علاقه خالص باللي احنا فيه ده. فاول حاجه لازم ان انت تبقى عارف تتعامل مع الكوميونتي اللي انت رايح معاه، لانه الموضوع مختلف تماما هناك. طيب اتفضل. 1954 في البدايه. تمام صح. فمتخيلين الرقم، احنا بنتكلم في 2024 اهو داخلين عليها، بنتكلم 70 سنه اليابان بتعمل منح. كم واحد في مصر استفاد من المنح اللي بتعملها اليابان؟ ايا كان على مستوى البروجكت، على مستوى الشغل، على مستوى المنح الدراسيه، على مستوى الاقامه، هتلاقي عدد قليل جدا. والكوميونتي اصلا بتاع الناس اللي بتتعامل مع اليابان في مصر مش كوميونتي كبير غير الدول الاوروبيه. دايما الناس بتتارجت الدول الاوروبيه، مع ان اليابان كدوله مميزاتها اكبر بكتير من الدول الاوروبيه. انا عايز استرس على الحته، معلش قطعت حضرتك. لا اتفضل. انا ساعه ما سافرت مكسيك كان جالي منحه في انجلترا. انا كان الاثنين يعني when I traveled to Japan I had the opportunity 2 scholarships, one in UK and one in Japan. And when I had the opportunity to choose I chose Japan. يعني ده تاكيدا لكلام حضرتك. واتقابلت في منحتين فعلا. انا السامبل ده انا عاصرته كمان مع اصحابي هناك. في ناس كان جاي لها اليابان والصين واستراليا مثلا. فاحنا بنتكلم المواجهه صعبه جدا، هختار مين؟ وهتبني اصلا الاختيار على اساس ايه؟ الفكره اللي بتحسم القصه دي، انت عارف اليابان كويس ولا لا؟ انت بتحب اصلا البلد دي ولا لا؟ ده مربط الفرس في الموضوع. وعارف دارس الموضوع، بمعنى ان انت دارس السيستم هناك عامل ازاي، دارس البلد عامله ازاي، دارس انت هتقدر تستفيد ازاي. ده اللي انا جاي اكلمكم عنه النهارده. فكره ان انت عايز تسافر ليه؟ انا مش مجرد ان انا عايز اسافر عشان اسيب البلد عشان البلد وحشه. انت رايح ليه؟ ما انت في الاخر مش هتخلص المنحه سنتين، هترجع او هتكمل. لو انت ماشي بلا هدف الموضوع يوزلس، ملوش اي قيمه. رحت واتبسطت واتفسحت وخدت ماجستير وخدت دكتوراه، وبعدين دي اهم نقطه في الموضوع. انا عايز اسافر ليه؟ واشمعنى اليابان؟ لازم الاسئله دي تجاوبوا عليها الاول قبل ما تقدم اصلا في المنحه، لان الباشن اللي انت بترد بيه هو اللي هيخليك في الليتريتشر ريفيو تتقبل، هو اللي هيخليك في الانترفيوز يبان الموتيفيشن بتاعك ان انت تعدي. لانه انت بتعمل انترفيوز مع الناس اللي هناك، مش مجرد الناس اللي هنا بس. الدكتور من الجامعه نفسه بيكون قاعد معاك اونلاين. فالقصه لو ما حسش ان انت جاي تفيده وفي نفس الوقت تستفيد، هيديك المنحه ليه؟ طيب هنتكلم على 4 مواقف كده. دي كانت اول شوك بالنسبه لي في اليابان. اولهم كانت في اول اسبوع تقريبا. اول اسبوع انا نزلت اليابان عادي، بلد جديده، الدنيا نظيفه جدا. 12 ساعه طبعا، موضوع قلبة اليوم ده 7 ساعات قصدي، موضوع مختلف تماما. تاخد 24 ساعه في الطياره عشان توصل، فانت مسافر النهارده بتوصل امبارح. ازاي؟ القصه بتبتدي ان اليابان اول دوله على مستوى العالم بيطلع فيها الشمس، عشان كده اتسمت نيهون اللي هي بلاد الشمس المشرقه.
فانت مسافر دلوقتي الساعه كام مثلا؟ دلوقتي بنتكلم الساعه 3 في اليابان، دلوقتي الساعه 11 بالليل او 10 بالليل. فانت خلاص هو يومهم هناك خلص، احنا لسه هنا اليوم بتاعنا لسه فيه شويه. انت ما بتسافرش على طيار دايركت. كان الفتره اللي احنا سافرنا فيها ما كانش في طيران دايركت من هنا اليابان، فكنا بنضطر ننزل في ترانزيت امارات او قطر، وبعد كده تاخد طياره تانية 12 ساعه بقى. ما ادراك ما طياره 12 ساعه دي. انت الواحد ما بيستحملش يقعد في المواصلات او في العربيه ساعه. 12 ساعه انت عندك وما انتش عارف انت رايح بقى، مجهول اصلا، ما انتش عارف انت ما رحتش اليابان قبل كده، مجهول. كل حاجه هناك مختلفه تماما. خلينا عشان ما اطولش نستارت باول موقف. طيب طياره، انا اول ما وصلت في اول اسبوع كان عندنا لازم نروح مكان تاني مش المحافظه اللي احنا موجودين فيها. انا كنت موجود في طوكيو وكنت لازم اروح اوكيناوا. طيب رحنا سافرنا عادي جدا اوكيناوا، واحنا راجعين الطياره اتاخرت. يا جماعه اللي حصل من غير ما حد يقول حاجه، احنا قاعدين في المطار الطياره اتاخر ساعه. طيب اوكي، ما عندكش اختيارات، انت قاعد ايه اللي هيحصل؟ طيب استنينا لغايه ميعاد الطياره اللي فعلا هتطلع. بعدها بساعه بالظبط موظفه من شركه الطيران واقفه على البوابه بتدي كل واحد الظرف اللي في ايدي ده جواه حاجتين. انا لما روحت طبعا فتحته، او يعني اول ما ركبت الطياره فتحته بس ما كنتش فاهم حاجه يعني. في اعتذار انه احنا سببنا لك بدل ضرر نفسي ال1000 جنيه دي حاجه، وجواب شك وجواب اعتذار ان احنا اخرناك الساعه دي اول شك. فانا داخل على بعيدا بقى عن المجهول، بس مجهول حلو يعني، ده البدايه كده يعني مفيش مشكله. ده انا خدت كده رقم قليل. في ناس اصحابنا بقى كانوا واحنا مسافرين اصلا حصل القصه والشنط ضاعت 20,000 ين. فاحنا كلنا كنا بنتمنى الشنط بتاعتنا تضيع. فهي انا ما كنتش بعرف اقرا ياباني ساعتها. انا استنيت لغايه لما قابلت حد من الناس عشان يبتدي يفسر لي الجواب ايه. ماشي انا مبسوط بالفلوس 1000 ين، هو مش رقم كبير قوي، كان ساعتها 150 جنيه تقريبا، بس فكره ان حد اداك فلوس يعني بيعتذر لك. احنا الموقف ده بيحصل كام مره في مصر؟ عشان كده انا بحاول اقول لكم تدرسوا البلد. يعني انا جايب المواقف دي مش علشان بعيدا عن المنحه، انت ممكن تتقبل مش في اليابان بس، في المانيا، في اي دوله. انا رايح اعمل ايه وانا عارف البلد اللي انا رايحها الى حد ما اكوردنج للمعلومات اللي اقدر اجيبها من خلال الناس هناك، من خلال حد جرب وعاش تجربه هناك فبيحكي لك تجربته. مش بالضروره تكون التجربه دي هي اللي هتكون انت هتطبقها، كل واحد ليه هيز اون اكسبيرينس. والكلام بتاع النهارده مش معناه انه يعني الكلام اللي هقوله النهارده مش معناه ان هو اليابان بلد حلوه قوي، مش معناه ان اليابان بلد وحشه قوي خالص. الاختلافات دي كانت موجوده هناك وبنختلف عليها. طيب هو ده كمان يعني بالصدفه دلوقتي ان 2030 والناس كلها بتشتغل على السستينبل ديفلوبمنت، فالناس كانت بتتكلم في الكلام ده في 2015 2016. فهو بيتكلم في الويل بينج اللي هو الجول رقم 3 الاس دي جي، لو حد يعرف الاس دي جيز. فالناس بتفكر من بدري قوي يعني. ده لما انا بقول لك احتكيت بيهم اكيد من قبل كده كمان. دي فكره البوست. واحد صاحبي هو اللي نزل البوست، كان كمان الكلام بتاع البوست مكتوب ان هو المنحه للمهندسين فقط. ايه اللي حصل؟ انا هفكر يعني هفتكر الموقف نفسه. انا رحت هندسه القاهره، كان في ايفنت في هندسه القاهره، دكتور بيتكلم على منحه جايكا ان هي اول مره تنزل مصر واللي مطلوب مهندسين بس. فالموضوع كان معمول في هندسه القاهره تقريبا قسم كيمياء. قسم كيمياء ده اصلا اللي عارف جامعه القاهره ما بيحدش بيخشه كتير يعني، غير كليه هندسه نفسها. طيب انا حد عمل لي منشن في البوست، فانا رحت حضرت الايفنت، عرفت كل التفاصيل، خدت القرار ان انا هقدم وخدت الريسك. ابتديت اقلب شويه في الداتا بتاعت المنحه، اكتشفت ان الموضوع مش هندسه بس. فقلت كنت ساعتها انا وزوجتي مخطوبين يعني، فقلت لها طب ما خلينا ناخد الريسك احنا، ما انا كده واخد الريسك. طب هفترض ان انا ما وفقتش لاي سبب إن كان يعني، قدمي واللي يحصل يحصل. قدمت. انا حصل لي مشكله في البروسيس ما كملتش، كان الورق بتاعي فيه مشكله ما طلعش من الجامعه وكذا حاجه كده. طبعا انتوا عارفين الحكومه برضو في مصر الموضوع بيأخر كتير، فانت لو مش جاهز ما تقدمش، هتستنى السنه اللي بعديها. هي قدمت ومشيت البروسيس كلها كامله للاخر واتقبلت، وجه الوقت هنسافر. نسافر ولا ما نسافرش؟ ما هو انا اللي مقدم المفروض وانا اللي عايز اروح، مش هي. مش بتكلم عليا انا، بتكلم الموقف نفسه.
هي بالتالي هي اصلا عشان نتكلم برضو هي مدرسه انجليزي اصلا، فالموضوع بعيد خالص. هروح اليابان اعمل ايه يعني؟ طيب خدنا الريسك وسافرنا. الفكره وانت هناك هي خلاص حياتها تعتبر متسيستمه، لان جايكا يعني مختلفه شويه عن ميكس. جايكا متكفله بيك بشكل كامل، اكن في مدير اعمال ليك جوه البلد، هو اللي بيجيب لك الشقه، هو اللي بيعمل لك كل حاجه. ميكس شويه فيها شويه من الحريه، فانت مسؤوليه كل حاجه بتحصل لك في هناك مسؤوليه جايكا. المنح اللي انت المؤتمرات اللي هتحضرها، الدكاتره اللي بتتعامل معاهم، الجامعه اللي انت بتخشها، تسكن فين ولازم تسكن قريب من الجامعه عشان ما تاخدش وقت كبير في المواصلات. بيحاولوا يوفروا لك ان انت عندك مشكله، احد المشاكل اللي هناك ان انت مفيش ايجار اصلا للاجانب، فانت لازم حد يضمنك معانا صح، يعني انت لازم تيجي معاك حد معاه بطاقه يابانيه. انت لو رحت مش محدش هيقبلك اصلا. فالقصه زي ما قلنا انت خدنا الريسك. هو للاسف الفيديو ما طلعش، بس انا كنت عايز اوريه لكم يعني. انا خدت الريسك ومش عارف انا هوصل لفين، بس انا كنت دارس يعني، كنت اتفرجت ساعتها على برنامج احمد الشقيري في 2010 خواطر، فكنت عندي شويه باك جراوند عن اليابان. ولما قررت ان انا اقدم كان قدامي وقت، فدرست جزء من الموضوع شويه انا وهي طبعا، والموضوع هيأثر فين. طيب خلينا نتكلم بقى عن ابي اللي هو الجزء الاساسي اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. هي نفس البروسيس ماشيه زي ما قلنا. الاختلاف هنتكلم اول حاجه ان انت بتداونلود الدوكيومنتس من على جايكا ويب سايت، هوريكم ازاي دلوقتي. تاني حاجه ان انت تديليفر الريكوايرد بيبرز دي في الوقت اللي المفروض يتقدم فيه. تالت حاجه تعدي الاكزام او توفل، وفي اكزام تاني بيبقى للناس الباك جراوندز هندسه او تخصصات علميه بيكون ليهم كده بيكون في التست ده موجود لرياضه وانجلش لكل الناس، بس الحساب للمهندسين والناس العلميين اكتر شويه على الجزء ده، لانه ما ينفعش انا اكون حد مثلا خريج اداب وطالع اليابان فهتحاسب ان انا حليت رياضه ولا لا. مش منطقي يعني، لان انا هروح ادرس حاجه كمان ليها علاقه باللغه. رابع حاجه السكريننج فيز، اللي هي الورق بتاعك بيتراجع زي ما الدكتور قال من كذا طرف من الناس اللي هناك في الجامعات اللي انت بتختار اصلا كذا جامعه، ما تختارش جامعه واحده، فانت لازم بتعمل سبوت على كل الجامعات وبتعمل سكريننج. الموضوع محتاج مذاكره، مش فكره ان انا بقدم على منحه فانا بقدم اي ورق طبيعي هتترفض. وبعد كده الفيرست انترفيو، بعد السكريننج ده بيبتدي يعلن واحنا ماشيين كل الارقام بتبتدي تقل، كل مرحله بتصعب اكتر من اللي قبلها. الانترفيو ده كان بيكون في المكتب بتاع جايكا، بيكون جزء من حد من الممثل في مصر وحد من اليابان. وبعد كده تاني انترفيو بيكون مع الدكتور نفسه، الدكتور اللي انت اخترته في الجامعه اللي انت عايز تروحها هناك. هيقعد معاك الاول يشوف دماغك رايحه فين قبل ما تروح. هو مش هيديك السكولرشيب دي في ايده، هو مش هيديها لك لو هو شايف ان انت ما تستحقهاش. واخر حاجه ان انت تريسيف، الدكتور ده بقى بيقول للادمنستريشن اوفيس هناك في الجامعه يبعتوا لك الليتر على الايميل بتاعك. كل الداتا طبعا بتكون موجوده في السكريننج وفي الداتا اللي انت مقدمها. ده باختصار، هنخش ديبلي شويه في كل حاجه. ده الويب سايت بتاع جايكا. اول ما نخش لازم نختار الجزء بتاع countries والريجنز، لان هي المنحه مش واضحه قوي على الويب سايت، ولو عملت عليها سيرش مش بالضروري تطلع، هيطلع لك حاجات كتير قوي بتعملها. فهتخش الاول countries وريجنز وبعد كده تختار افريكا على الشمال. هيظهر لك ماستر ديجري، اسم المنحه بالكامل، هتبتدي تختارها. هنا ظهر الارتكل كامل، دي التفاصيل بتاعتها، ايه اخر ابديتس، ان هو ما بيتكلمش على المنحه بس اللي جايه، هو بيتكلم عن الناس اللي خرجت اصلا، ايه الستوريز بتاعتهم، ايه السكسس ستوريز اللي حصلت. في بعض الناس عملت بريدجز ما بين الدول بتاعتها، لان الموضوع ده موجود ل 52 دوله افريقيه مش مصر بس. حتى الاعداد نفسها بتاعت مصر مش اعداد كبيره مقارنه بافريكا، علشان الاستثمارات طبعا في افريقيا الموضوع مختلف عننا. موبايلي انا اصلا. طيب اول حاجه انا جايب لكم برضو الورق بتاع المنحه اللي احنا طلعنا عليها، مش جايب الورق الجديد، عشان القصه التطور انت تعرف الاوراق اصلا ابتدى يحصل فيها ايه، يعني كل سنه بيحصل تعديلات. فما تاخدش ورق بتاع السنه اللي فاتت او ما تاخدش اكزامز بتاعت السنه اللي فاتت بس، لازم تشتغل على حاجات تانية. دي المفروض
الكوريشن بروجرام هو بيشرح لك هنا البرنامج بالكامل هيحصل فيه ايه بالظبط. دي حوالي 20 او 30 ورقه. ان انت في تو تايبس، ان انت ممكن تقعد 2.5 سنين وممكن تقعد 3 سنين. في ناس بتطلع على 6 شهور الاول ما تبقاش لسه دخلت الجامعه وبتبقى في انترانس اكزام وبتدرس ياباني في الفتره دي. ممكن توصل لليفل N5 N4 ايا كان، وممكن ما توصلش لحاجه لو انت مش عايز تتعلم، لان في الاخر هي لغه. انت لو ما بتمارسش وما بتتعاملش مع الناس في الشارع ومش في دماغك مش كين اصلا انا اتعلم ياباني، اوكي الدنيا هتمشي معاها مفيش مشكله، بس انت مش هتتعلم حاجه. على الاقل اللي يعيشك في البلد. يعني مش هقول لك ان انت تخش لونج كونفرسيشنز مع الناس، بس على الاقل ان انت تكون بتعرف تتعامل في الشارع في اي موقف هتحط فيه تعرف تتصرف. الصوره الثانيه دي صوره الجامعات. حد يعرف في كام جامعه في اليابان؟ 770. رقم خزعبلي. احنا ما عندناش عشرهم، ما عندناش 77 جامعه في مصر. فمتخيل الموضوع. واليابان كتصنيف بلد صغيره جدا، يعني اليابان تلت مساحه مصر. بس فكره الاستريتشنج اللي معمول في كل المحافظات، يعني على سبيل المثال. طب خلينا نسال سؤال تاني، مدام بما انكم جايين تسالوا تشوفوا حاجه عن اليابان، فالمفروض تكونوا درستوا يعني عملت سيرش على اي حاجه. في كام خط مترو في طوكيو؟ هو في اجابه هنا بس مش صح. عادي احنا بندردش يعني مش امتحان يعني. 37 خط مترو. في محطات انا من يوم ما رحت لغايه ما مشيت انا كنت بتوه فيها. فالموضوع مش مجرد ان انت بتدرس البلد ان انا عايز ادرس بس. طريقه التعليم اصلا دي مناسبه لطبيعه شخصيتك ولا لا؟ طب طبيعه الشغل هناك كل حاجه فيها ريستريكشنز. اليابان من البلاد اللي الريستريكشنز عندها هم عاملين سيستم ما ينفعش تخترقه. فانت لو مش هتعرف تتعامل مع السيستم ده مش هتعرف تروح هناك. يعني مش هتنفع تعيش بالحاله اللي احنا جزء من الناس بيعيشوها هنا في مصر. السيستم مهم جدا هناك، لازم تتحط على التراك. انت لو من الشخصيات اللي ما تنفعش تتحط على التراك في الشركات او في الجامعه او حياتك هتبقى صعبه جدا هناك. وده هيأثر عليك بالتبعيه في الدراسه. لانه يعني شيتس كتيره جدا بتتقدم وبتسافر مؤتمرات كتير وبتقدم برزنتيشنز كتير وترجع لك تاني مره واثنين وثلاثه وعشرة. في الشغل هم الناس بتتكلم في ليفل بيرفكت، وعلى اللي هم بيقولوه ده هم بكلامهم يعني انه احنا ما بنعرفش نكريت حاجه من اول وجديد، انتوا اللي بتعرفوا. احنا بنعرف نكوبي بيست. ده كلام ناس من يابانيين نفسهم. احنا بيقول احنا مش ناس خارقه خالص، احنا ناس بنعرف نشتغل بسيستم. عشان كده دايما الشخص اللي بيكون وسط مجموعه مش متقبل السيستم ده ياباني هتلاقيه بيعمل حاجه مختلفه، بيعمل طفره في المكان اللي هو موجود فيه، بيسافر بره وبيجيب تجربه مختلفه، بيكريت اسم شركه جديد. هنشوفه احنا شغالين يعني. طيب هي في انكس هم 4 بالظبط موجودين المفروض من ضمن الورق. لما نخش على الويب سايت هتلاقي كل حوالي 7 انكس او 6 انكس تقريبا. الدوكيومنتس دي كلها لازم تنزلها لان كل دوكيومنت بيديك معلومه عن حاجه، فانت لازم تدرس كل معلومه وكل حاجه هتكتب في الابلكيشن ازاي. اول حاجه اول صوره دي الابلكيشن لو خدنا بالنا في عندنا 4 جامعات بنختارهم، وبنختار اسم الدكتور، وبنختار الميل اللي هنراسل عليه الدكتور، وبنختار السكول نفسها اللي جوه الكليه او جوه الجامعه. مش مجرد نختار الجامعه بس، لا، وفي انستيتيوتس وفي يونيفرسيتيز. الموضوع مختلف، دي مختلفه عن دي. تاني مرحله الريكومنديشن ليتر. ده شكل الريكومنديشن ليتر لازم تقدمه. فانت الريكومنديشن بتاعك هيكون مين؟ لازم يكون حد انت اشتغلت معاه، حد قادر يقول ان انت شخص كويس اشتغلت معاك في البروجكت الفلاني وانت عندك 1 2 3 كسكيلز. واخر حاجه في ورقه زي التشيك ليست كده ان كل الحاجات اللي انت مطلوبه منك اتقدمت، انت بتعمل صح، انت اللي بتعلم بايدك وبتمضي تحت كل الورقه انت بتمضي عليه. فبالتالي انت لازم تكون عارف كل حاجه. المفروض اكون في حاجات بتبقى مطلوب منها كابلز، في حاجات بتبقى مطلوب منها الاصل بس، وهكذا. فلازم تكون مركز في الورق لان ده يوم التقديم. لو انت استنيت كمان لمرحله النهايه اخر يوم
انت ممكن تروح المكتب جايكا وتلاقي ان انت الداتا عندك ناقصه، ساعتها مش هتتقبل وتكون مشيت مشوار كبير. فمحتاج تركز زي ما انت لو هتشتغل في شركه لازم تقدم مصوغات تعيين، نفس الفكره. بس الموضوع في مصر بيمشي عادي، مصوغات تعيين جبت 5 من 7، جبت 2 من 7، هنكمل في خلال شهر. اليابان مفيش الكلام ده. طيب انا دي الفقره الامتع بالنسبه لي يعني لما باجي اتكلم عنها دايما، فكره الاكتيفيتيز. بعيدا بقى انت الحياه العمليه عامله ازاي ليك، اليابان فيها انت ممكن تعمل فيها كل حاجه تتخيلها، وبالفلوس اللي انت بتاخدها من المنحه، مش بفلوس كبيره. لو عايز تشتغل برضه في اوبشن انت تشتغل. فانا كنت حظي حلو ان انا كان في حاجه انا كنت دايما بحاول، انا موجود في مكان جديد فاي حاجه بحاول، اي معلومه قدامي بحاول اكاتش. ده كان اعلان موجود في الشارع عن الكامب هيحصل تقريبا كان شهر 9 16، وكان مصادف ساعتها عيد، يعني العيد كان العيد بالنسبه لنا احنا كمسلمين كان مصادف هناك ان ده في اليابان هيبقى بالظبط من اول يوم مصادف ميعاد الكامب في نفس اليوم، وهو كان لمده 4 ايام. الفكره انه ده كان بيجمع حوالي 12 دوله من اسيا. اليابان شايفه ان هي ليها دور مجتمعي او دور على مستوى الدول، ان هي بتحاول تفهم او تعوض جزء من الدول اللي حواليها اللي تضررت من الحروب اللي حصلت قبل كده. فهم واخدين ده على عاتقهم، هم اللي حاطينه على نفسهم ان هم بيعملوا سكولرشيبس، بيعملوا منح فلوس، بيقدموا مساعدات وهكذا. فدي احد الحاجات اللي المفروض ان هم بيشتغلوا عليها. دول ال 12 دوله اللي كانوا موجودين. حد عارف الدول طيب الحاجات دي كانت ايه؟ طب في دول ما اتقالتش. ماليزيا. ماشي، ماليزيا العالم بتاعها فين؟ الناس تقول خلاص معايا. اللي هو الهلال. هي دي ماليزيا على بعض. تمام. دي كوريا. اوكي. اندونيسيا فوق خالص على الشمال. اقول الدول الاسيويه كلها. ميانمار صح؟ الهند اللي تحتيها اللي على الشمال. تايلاند اوكي. دي اندونيسيا تمام. ناقص واحده مش من اللي جنب اندونيسيا. وفي دول تانية، في لاوس وفي كذا دوله. في دول انا شخصيا كنت اسمع عنها قبل ما اخش، يعني لاوس دي انا ما كنتش عارف في دوله اسمها لاوس. الفكره في ايه؟ انه كان موجود 12، الناس دي موجوده من 12 دوله، بالاضافه ان انا من الناس اللي اتقبلت فكنت من مصر في 13 دوله، وفي ناس كانت جايه من امريكا. الفكره بتاعت الاي واي اف اللي هو انترناشونال يوث فيلوشيب، هو الكامب ده عباره عن 4 ايام وبيعيشك في حاله ان انت تشغل دماغك، تشتغل معاك منتال، بمعنى تحطك في اكتيفيتيز كتيره جدا. خلينا نشوف طبعا الصور برضه. بيحطك في اكتيفيتيز كتيره جدا في خلال 4 ايام دول. بتطلع انت المفروض ان انت قاعد في المكان ده زي القريه الاولمبيه عندنا هنا في المعادي. انت المفروض متواجد في المكان ده، بيطلب منك شويه تاسكات خلال اليوم، متقسمين فرق طبعا. فالتاسكات دي انتوا المفروض ان انتوا تنفذوها، لان انت جاي انت اللي حابب تشارك في الكامب ده. يبتدوا يختاروا الناس بناء على مين افضل فريق عمل افضل حاجه، بحيث ان هو يبقى اليابانيين نفسهم عندهم مشكله، هم بيقولوا الكلام ده، ان هم مش بيقدروا يخشوا مع الاجانب بشكل كبير قوي اللي بيجوا عندهم البلد. فبيحاولوا يعالجوا الكلام ده ازاي، الحكومه والمؤسسات بتحاول تعالج الكلام ده ازاي، هي تجيب الناس الثانيه لليابان. عشان كده هم دي احد الحاجات اللي هم بيستخدموها من السكولرشيبس، اللي هو طبعا على مستوى الرانكينج بتاع الجامعات، ان هو في عدد اوراق بتبقى موجوده باسم كل جامعه، فده بيعلي الرانكينج بتاعها. وعلى مستوى الاشخاص، الناس بتخاف تتعامل مع الاجانب، لا بتبتدي تتعامل مع الاجانب مفيش مشكله. عشان احنا قلنا ان هو ماشيين بسيستم، فالسيستم بالنسبه لهم بيتعامل مع اليابانيين، ده الطبيعي بتاعه، ان هم عارفين بعض، عارفين التقاليد بتاعت بعض، عارفين كل حاجه ماشيه ازاي. الناس اللي جايه من بره دي دايما بتبقى مختلطه، بتعمل حاجات مختلفه، بتتصرف بشكل عشوائي. يعني مثلا اليابان فيها ناس ممكن يقلب في الشارع، ما ينفعش حد يبقى ماشي كده يدخل في الشارع، مش حاجه اسمها كده. انت
مين اللي جاي من اجنبي من بره هيلتزم بالكلام ده؟ هم المشكله طبعا هو عشان ما عندوش القدره ان هو يخش في صدمات اليابانيين ما بيحبوش يتخانقوا. يعني ده انا قعدت سنتين ما شفتش غير خناقه واحده في السنتين، مش خناقه يعني اتنين بيكلموا بعض بس بصوت عالي يعني على رصيف المترو، مش خناقه. فالموضوع هو ما بيعرفش يطلع بره السيستم ده، هو بالنسبه له دي مشكله. طيب احد الميشنز دي احنا كنا بنعمل كيميتشي مثلا، كيميتشي دي اكله كوريه. انا مالي انا اعمل كيميتشي بس اتعلمت حاجه ان احنا لا، هي كان الهدف بتاعها ان انت تعمل تيم ورك، كل واحد هيشتغل على حته معينه في المنتج ده. طيب الصوره الثانيه دي كان في كوره المفروض ان هي متواجده، بيتقال لك انت المفروض تنزلها من انهي رقم، فكل التيم بيبتدي يشتغل على ان هو ينزلها من النقطه دي. دي كانت ميشن في الشارع، دخلنا في المكان المفروض ان هو داخلنا مكان زحمه جدا، حته اسمها هرجوكو. ده مكان زحمه جدا جدا يعني، المفروض انت بتدور على الحصان ده في وسط الشارع. وطبعا هم في ناس كانوا مطلعينهم من قبل كده ان انت الناس دي موجوده في الشارع، المفروض انت تشوفهم يعني كل واحد مع اختلاف بقى، في ناس طلعت جبل، في ناس كانت عندها اوبشن تاني ان هي تدور على حد موجود في بيت معين وهكذا. ان انت تحاول تجيب الاكتيفيتي الرابع، انت تحاول تجيب حاجه زي فكره انا مش فاكر اسمه ده في مصر ايه والله، غزل البنات. ده عندهم هناك فوليومز كبيره جدا، بيتنافسوا الشارع ده فيه كذا محل بيتنافس ان هو اكبر واحد. فاحنا جبنا ده الراجل ده قدر يعمله يعني، بس ما كسبناش فيه. بس هي الفكره كيفيه الاكتيفيتيز اللي انت بتخش فيها علشان تطور من نفسك. دي احد الحاجات اللي كانت موجوده في الايفنت. كل دوله تقريبا كان ليها التيم، هي الفكره بتاعت الايفنت الاساسيه التيم ورك. فازاي ان انت كل دوله من دول قدرت تقدم برودكت او تطلع حاجه طريقه رقصه معينه، يطلعوا شكل ورده مثلا دول كوريين، يطلعوا الشكل اللي تحت دول فلبينيين وهكذا. احد الحاجات برضه موضوع الاكل ده كان كارثه، بس مش عايز اتكلم عليه عشان ما احبطش الناس. الاكتيفيتي تاني برضه في حاجه اسمها بيكتشر بوك، نفس الفكره اللي كنا بنتكلم فيها، ان ازاي ان انت تخلي الاطفال الصغيرين يتكلموا انجليزي او يتعاملوا مع الاجانب بشكل سريع. ان في مشكله انه اليابانيين بيعرفوا يتكلموا انجليزي بس ما بيحبوش يتكلموا انجليزي عشان مشكله. طيب 5 دقايق انا كده هضطر انجز. فيهم ده من الحاجات اللي برضه كل حاجه من الحاجات اللي بوريها لكم دي هي تجربه انت بتعيشها، بتديك اكسبيرينس معين، انت ما بتعرفش في وقتها الاكسبيرينس اللي انت خدتها دي انت تستفيد بيها في ايه، بس تعرف قدام. ده عباره عن انجلش دايز بتتعمل، انت ممكن تستخدم اللانجوج بتاعتك ان انت تتكلم انجليزي، مش هقول واو بس تعرف تتكلم انجليزي، تقدر تعلم ناس ما بتعرفش تتكلم انجليزي خالص. الاطفال لسه في سنهم الصغير ما بيكونش اللانجوج عندهم الفلونسي سهل، فده كان برضه دايز بتتعمل للاطفال الصغيرين. برضه ده نفس القصه، بيتعاملوا مع تقريبا برضه ال 12 دوله اللي حواليهم عشان هم شايفين ان هم عندهم مسؤوليه تجاه الناس دي. فهتلاقي معظم الاكتيفيتيز دي داخل فيها نفس الناس، وعشان كده في مؤسسات كتير جدا من الدول دي موجوده جوه اليابان اصلا بتساعد الناس دي. دول المفروض الاطفال انت بتتعلم معاهم، وفي نفس الوقت هو بالنسبه له اليوم ده بيفرق معاه ان هو اتكلم انجليزي، قال جمله على بعض. هو الايفنت معمول عشان الاطفال اليابانيين يعرفوا يتكلموا انجليزي بس. ده المفروض ان ده تطور، بس تطور هناك بفلوس. يعني انت ما بيتقالكش ان انت هتاخد فلوس، بس بعد ما بتخلص الايفنت بتلاقي فيه فلوس جايه لك. فلوس نتيجه ان انت سافرت من مكان لمكان، ان انت ركبت حاجه، ان انت اكلت في اليوم ده، انت بتتكلم من 9 ل 5. ففي مصاريف المفروض ان هي انت بتكوست نفسك شويه حاجات. هو بيحاول يعوضك بس الرقم طبعا بيكون اكبر من التكلفه اللي انت صرفتها. ده نفس الكلام برضه. اللي عايز اقول الملخص يعني بتاع الجزئيه ان انت دي كانت حاجه يوم مع مصر، كان تظبيط برضه مع جامعه معينه،
فازاي ان انت تستفيد من وجودك هناك؟ مش فكره ان انا اطلع منحه وخلاص، عادي، ما ممكن تاخد المنحه في مصر وممكن تاخد المنحه في دوله ثانيه، بس ازاي الناس تستفيد من التجربه ككل؟ الشغل هنتسرع فيه وبعد كده نبقى ممكن نتكلم مره ثانيه. الشغل المفروض انا اشتغلت في حوالي 4 شركات الفتره طبعا هناك، لان انا كان معايا ما كانش معايا الحق ان انا اشتغل فول دي فول تايم جوبز، كنت بشتغل 28 ساعه في الاسبوع تقريبا، اللي هو بمعدل 4 ايام 7 ساعات في اليوم، وكنت باخد 3 ايام اجازه، طبعا مش هتاخد 3 ايام اجازه. فكانت دي كانت شركه، انا كنت شغال هنا في الشركه بتاعت فيديو جيم، كنا شغالين على انا اصلا شغلتي اصلا انا مهندس كهرباء وشغال في مجال الهيلث سيفتي. طبعا الموضوع عشان اشتغل في مجال الهيلث سيفتي ده انت بتتكلم في اليابان اصلا هم عندهم سكه رقم 1، الناس لابسه الموضوع ده، مش محتاجين هيلث سيفتي. هتعمل ايه؟ يا اما هتقف محلك سر، يا اما هتشتغل شغل انت ممكن ما اشتغلتوش قبل كده بس هيفيدك في حاجه او 2 أو 3. انا كنت يعتبر مدقق لغوي للعربي للالعاب اللي بتنزل الشرق الاوسط. كل بروجكت تقريبا ممكن يكون فيه 20 25 شخص تقريبا من دول مختلفه، بتتعامل مع ناس من جنسيات مختلفه، يعني ناس موجودين معايا في الصوره، في حد الماني، ايطالي، في حد من كولومبيا، فرنسا، بولندا. ففي الاخر انت بتقعد مع الناس دي، انت عشت، احنا كلنا عايشين في مكان جايين من بلاد ثانيه، فكل واحد جاي بمفاهيم معينه وبانفايرمنت مختلفه، فازاي انت تكوب مع الناس دي؟ هي دي النقطه. انت اولا بتاخد فلوس انت بتشتغل، وفي نفس الوقت ان انت تكوب بتاخد اكسبيرينس كويسه من الناس دي كلها. دي كانت شغلانه ثانيه كانت ريليتد بشغلي شويه، السقالات اللي بتتعمل فيه على المباني هناك، المباني هناك صغيره شويه مش مباني زي عندنا هنا، الا في الاماكن اللي في وسط البلد يعني او الاماكن الاداريه، لكن انا بتكلم على البيوت نفسها معظمها صغيره جدا. فازاي انت عايز تعمل رينوفيشن او عايز تعمل مينتنس للبيوت ده، هتبتدي تستخدم الشركه دي، فانت بتكونتاكت الشركه دي علشان تيجي تعمل لك البروسيس كامله دي. شغلانه برضه ما كانتش ساعتها، انا كنت اول مره اسمع عنها هناك بس دلوقتي بقت موجوده يعني. الناس اللي بتتكلم على الاستاتستكس، انا تقريبا 2 او 3 الاستاتستكس بتاعت الماتشات. في الاخر انت تخش على اقل كوره تشوف ان في كام فريق شاط كام كوره، وفي لعب عن كام فاول، وفي كام اوف سايد وهكذا. الكلام ده في شركات بتدفع فيه فلوس. انا بالنسبه لي دي كانت الفسحه، دي ما كانتش شغلانه. ازاي؟ انا كنت عامل انترفيو مع ناس انا ما قابلتهمش اصلا، كانوا بره اليابان خالص، بس هم مسؤولين عن الدوري الياباني. وانا بحب الرياضه عموما. فبعد ما عديت الانترفيو انت بتختار، انا قلت له المكان اللي انا متواجد فيه، فانت بتختار الماتشات اللي انت هتحضرها الاسبوع اللي جاي، تبعت له تمام، تبتدي تنزل تشتري تذكره على حسابك، بتروح تحضر الماتش من الاستاد نفسه. لو ما رحتش حضرت هي دي المشكله، دي النقطه بتاعت الموضوع، لازم تروح تحضر الماتش في الاستاد. بعد ما تروح تحضر الماتش في الاستاد انت معاك ابلكيشن موبايل بتسجل كل اللي بيحصل في الماتش، مالكش دعوه الاستاتستكس في الاخر دي تطلع ايه. لو الاستاتستكس بتاعتك طلعت صح يبقى انت كده الجريد بتاعك 5 تاخد الفلوس كامله وكانت بليو، وكده كده بيدفع لك ثمن الماتش. الموضوع ده بقى في شركات كتير جدا في مصر بتشتغل فيه دلوقتي، ودي انا بالنسبه لي زي ما بقول لكم دي ما كانتش شغلانه، دي كانت انا بالنسبه لي كنت هروح اتفسح. دي اخر شغلانه برضه كانت ريليتد بالفود سيفتي، كانت ريليتد المفروض مكان كان مصنع بيطلع خضار وفاكهه وحاجات منتجات كتير يعني في السوبر ماركت، احنا كنا بنعمل انسبكشن عليها. ده ريليتد بشغلي شويه زي فكره السقالات، بس في نفس الوقت انت كنت عامل على اليابانيين بس، فكان الموضوع ان انت لازم تتعلم. يعني كانت المشكله اللي التشالنج عندي هنا ايه؟ ان اللي بتعامل كلهم يابانيين، انا مش عارف اصلا هم بيقولوا ايه، او عارف جزء من الكلام بس مش فاهم كل الكلام. انا راجل بقاليش سنه ونص في اليابان، فما اتعلمتش اللغه يعني، انا مش ان 1 يعني. اخر حاجه عشان عايز يشتغل في اليابان، في عندهم السي في او الريزومي مختلف شويه عن، هو نفس الكونتنت بس الشكل بتاعه مختلف. واحد اسمه ريكيشو وشوكورو انا مش متذكر بس الاسامي لان الموضوع بقاله فتره، بس ده الشكل بتاعه المفروض. ايه الفرق ما بينهم؟
ده بيتكلم على البيرسونال انفورميشن، الاديوكيشن والورك هيستوري بالطريقه دي، يعني مش هينفع تكتبهم بشكل تاني، لازم تكتبهم بالشكل ده. اللايسنسز والكواليفيكيشنز، الريزنز اللي انت بتابلاي ليه اصلا، نفس الاسئله بتاعت اللي انت بتعملها في اي ابلكيشن بتقدم فيه، بس لازم يكون بالشكل ده. دي برضه احد الحاجات، فكره ان انت هناك تريجستر في ريكروتمنت كومبانيز كتير بيجيب لك فرص اكتر، وانت بتختار ساعتها بيجي لك حاجات مناسبه ليك، في حاجات ما بيجيلكش مناسبه ليك. لو انت حد مكمل عايز تشتغل في الفيلد في الجامعه، تمام اوكي ده هيفيدك برضه، بس انا بتكلم على فكره ان انت انا كنت شايف ان انا لازم اخد التجربه كامله، فلازم اطلع بره محتوى الجامعه، واطلع بره فكره الكوميونتي الاكاديمي بس. دي عشان كنت بتكلم بس على حد، الشركه دي اسمها MTIC. هو واحد كان عنده توجه انه يبقى ميك طوكيو انترناشونال كومباني، يعني انترناشونال سيتي، ده اسم الشركه بتاعته. ده الراجل ده سافر انجلترا وامريكا والمانيا، فلقى ان هناك الناس بتشتغل بسيستم مختلف، طيب ليه ما نجيبش الكلام ده جوه اليابان؟ دي برضه ويب سايتس لو حد عايز بيدور على شغل هناك. الموضوع هناك مش صعب، بس محتاج ان انت تقدم كتير. وفي شغلانات بتبقى مطلوب فيها اجانب لان هو مش هيتكلم ياباني، انا عايز محتاج واحد بيتكلم عربي، محتاج واحد بيتكلم انجليزي، محتاج واحد بيتكلم عربي وانجليزي، فده اوبشن اصلا، ده مش موجود هناك. فاحنا ازاي تكاتش الفرص اللي عندك من خلال المعلومات السكيلز اللي عندك انت. الفرص دي موجوده هناك، انت ما حدش يعرف عنها حاجه، لو انت ما عملتش كاتش ليها خلاص بتروح. انت هتبقى داخل في الدوامه بتاعت ان انا ما بعرفش اتكلم ياباني، طب هاخد قد ايه عشان اتكلم ياباني؟ طب هقعد وقت قد ايه؟ لا عندك اوبشن تاني عشان تقدر كمان تتعلم ياباني. وده اخر حاجه بنسلم على كريم عشان هو كان احد الاطراف اللي هناك اللي ليه شغل ما شاء الله، كان كونتاكت مع جين يوث هنا وهو هناك حتى، فهو سهل لناس كتير قوي فكره. تعالى كريم. نعم انا عايزين نسقف الراجل ده. هو الفكره زي ما بقول لكم ان الموضوع في الاخر انت بتاخد تجربه شخص بيديك شويه معلومات، مش بالضروري التجربه دي تكون افضل حاجه، بس في الاخر انت محتاج تركز في كل معلومه تتقال لك ايه المناسب بالنسبه لك. سيبك من الراجل ده عمل ايه، حلو ولا وحش، مش دي نقطه. انا ده ينفعني ولا ما ينفعنيش. اتمنى ان يبقى فيه يشتغل. برضه طيب ده الكيو ار كود بتاع لينكدين، لو حد عايز اي سؤال انا تحت. شكرا جزيلا. طيب شكرا يا دكتور معتز على البرزنتيشن الرائعه.